بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: فصل: الخلق بين العقل والشهوة. قال: لقد خلق الله في خلقه العقل والشهوة لتكون المحركات لهم نحو السعي إلى تحقيق الغاية من خلقه، ولكنه اختص بعد خلقه بالعقل دون الشهوة، واختص آخرين بالشهوة دون العقل، وجمع لصنف الإنسان بينهما ليزداد الابتلاء وترتفع المنازل أو تنخفض بحسب استخدام الإنسان لتلك النعم. يذكر حفظه الله أن الخلق خلقهم الله عز وجل، وخلق فيهم العقل والشهوة لتكون المحركات، أي هذه العقل والشهوة، إلى أن يسعوا إلى تحقيق الغاية التي خلقوا لأجلها، التي خلقهم الله عز وجل لها. ولكن ليس كل الخلق فيهم تجتمع فيهم العقل والشهوة، لا، إنما هناك خلق من خلق الله فيهم شهوة فقط، يختصوا بالشهوة وليس لهم عقل، وهناك خلق اختصوا بالعقل دون الشهوة، وجمع الله عز وجل بين العقل والشهوة في الإنسان ليزيد الابتلاء، فترتفع المنازل لمن استخدم هذه، أي العقل والشهوة، في المكان الصحيح وفي الشيء الذي أمر الله عز وجل به. وإما أن تنخفض المنازل، أي إلى التحت، لا تكون مرتفعة، يكون إلى أسفل سافلين، وذلك باتباع الهوى وبمخالفة أمر الله عز وجل، وسيأتي معنا ما سيذكره حفظه الله. قال: والخلق بين العقل والشهوة 3 أقسام. قال: وقد سمعت من شيخنا محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله في تاريخ 14 شهر 3 عام 1443 هجرية في تعليقه على كتاب الداء والدواء، قال: الداء والدواء لابن القيم، قال: اشتهر عند العلماء أن الله خلق الملائكة بعقل بدون شهوة، ولذلك هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: وخلق البهائم بشهوة بدون عقل، ولذلك هذه البهائم ليست بمكلفة، سيأتي بالتفصيل. قال: وخلق الإنسان بمركبي العقل والشهوة، أي عنده عقل وعنده شهوة. قال: فمن غلب عقله شهوته كان أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله كان أسوأ من البهائم. وهذا أيضا بمعنى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فالصنف الأول خلق بعقل بدون شهوة،
وهم الملائكة. الآن بدأ يقسم 3 أقسام. هذا القسم الأول قال: وهم الملائكة الكرام عليهم السلام، فهم معصومون من الخطأ، وليس في خلقهم ما يدعوهم إلى ترك أمر أو ارتكاب نهي، كما قال الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم، أي لا يتركون ما أمروا به، بل يفعلوه، ويفعلون ما يؤمرون. ويفعلون ما يؤمرون أي يفعلون ما أمرهم الله عز وجل به، فلا يرتكبون منهي ومحرم، ولا يتركون واجبا. وهذا هو الصنف الأول الذين خلقهم الله عز وجل بعقل يدركون الأشياء، وليست لهم شهوة، والشهوة هي التي تسبب ترك الأمر وفعل النهي. قال: والصنف الثاني خلق بشهوة بدون عقل، وهم البهائم والدواب، فقد خلقهم الله عز وجل بلا عقول تفكر وتدبر، وكل فعل ذكي يصدر منهم إنما هو شيء غرسه الله في غرائزهم، كما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ففعلها أي النحل أن تأخذ من الأشجار، فعلها أي النحل أن تأخذ من الأشجار ذلك الرحيق، أو أن تتخذ البيوت كما في الآية، تتخذ من الشجر بيوتا، أو من الجبال، أو مما يعرشون أي مما يصنعون للنحل، ثم بعد ذلك هي تبني بيوتها في هذا المكان. إما أن تبني بيوتها النحل لكي تضع ذلك الرحيق ويخرج ذلك العسل، أو أيضا تتكاثر في خلايا النحل، إما أن تكون في الجبال أو في الأشجار، أيضا تبني في الأشجار، أو تبني فيما يصنعه لها الإنسان. هذه موجود عندكم صناديق أو ما في؟ النحل موجود من تكون مهنته هذه يعمل في النحل، موجود يفعل له صندوق. دع العسل، لكن الآن بيوت النحل موجود عندكم يصنعوا لها بيوت خشب. أيوة دع هن يبني، يبني معروف، يبني في البيت، يبني في الشجر، لكن أنا قصدي مما يعرشون أي مما يفعله الإنسان، صندوق خاص بالنحل موجود عندكم؟ أيوة موجود. نحن عندنا كثير هذا، كثير من يعمل في النحل، استخراج العسل. هذا ربما الواحد يصل عنده هذا إلى 1000 من صندوق أو أكثر بعضهم. قال: ففعلها ليس عن عقل، أي النحلة هذا الفعل. وأي فعل يصدر من البهائم، من الدواب، أي فعل يصدر منها ليس عن عقل، ليس يقول هذا ذكي، هذا من خطأنا أن نقول هذا الحيوان ذكي، هذا خطأ. الحيوان ما عنده عقل، البهيمة ما عندها عقل، لكن هذه غريزة غرزها الله عز وجل، جعلها في هذه البهيمة، مثل الكلاب مثلا. الكلاب الله عز وجل أجاز أن تتخذ للحراسة، وهي تعلم،
وهي تعلم، فيقول هذا الكلب ذكي. لا، هذه غريزة من الله جعلها الله في هذه البهيمة، أنها تتعلم للحراسة، أو الخيول تعرف صاحبها، هذه غريزة من الله، هذه غريزة، أو غير ذلك من هذه البهائم. فمن الخطأ الذي نقع فيه أن نقول أن هذا الحيوان ذكي، كأننا نثبت له عقل. هذا خطأ، الحيوان ليس له عقل، ولذلك ليس بمكلف. البهيمة لا تعقل، ذلك ليست بمكلفة، ليست بمكلفة. أما خلق الله عز وجل لها يوم القيامة، أن يقتص منها للمظلوم من الظالم، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أجل إظهار عدل الله، يحشر الخلائق حتى البهائم، ثم يقتص من البهائم أولا للمظلوم، يأخذ من المظلوم حقه من الظالم من البهائم فيما بينها. وليس معنى هذا أنها مكلفة، لا، إنما لأجل أن ينظر الإنسان إلى عدل الله، إلى عدل الله عز وجل، حتى أنه يقتص من هذه البهائم التي ليست بمكلفة ولا تعقل ما تفعل، ولا تعقل ما تفعل. ثم بعد ذلك يقول الله لها كوني ترابا، كونوا هذه البهائم ترابا. قال ففعلها ليس عن عقل وإنما عن غريزة، فهم في الدنيا ليسوا من جملة المكلفين. البهائم فهم في الدنيا ليسوا من جملة المكلفين بأمر ولا نهي، وهم مع ذلك عبيد لله يسبحونه ويسجدون له، كل بالهيئة التي فطره الله عليها. يقول الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن هذه البهائم تسبح. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وكل على هيئته التي فطره الله عز وجل عليها، بأن يسبح، بأن يسجد، ولا يأتي متفلسف ويقول نحن نرى هذه الحيوانات، بل حتى الجماد أشجار وغيرها تسبح لله، نراها ما تسبح ولا نسمع. يأتي يجلس له مثلا عند شجرة وينتظر يوم وليلة، ما تسبح هذه الشجرة. كيف يقولوا حتى الجمادات تسبح؟ البهائم يأتي له عند غنم أو كلب ينتظر ويسجد، أنا ما رأيته يسجد. هذا الله عز وجل أخبر كيف تسبح، كيف تسجد، الله أعلم. نحن نؤمن ونصدق. هذه تعتبر من أمور الغيب، كيف تسبح وكيف تسجد، هذه من أمور الغيب لا نعلمها. الله عز وجل أمر وأخبرنا، نصدق بذلك. إذن هذا هو الصنف الثاني، خلق بشهوة بدون عقل، وهي البهائم والدواب، وهي ليست بمكلفة. قال والصنف الثالث خلق بعقل وشهوة، وهم الناس من الجن والإنس، فقد ركب الله خلقهم بعقول يميزون من خلالها، نعم، الجن
الإنس، الجن والإنس مكلفون. فكما أن الإنسان مكلف، بني آدم مكلف، فكذلك الجن. والأدلة كثيرة، ومنها ما في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي يا معشر الجن ويا معشر الإنس، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. خاطب الله عز وجل الجن والإنس: يا معشر الإنس، يا معشر الإنس ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فكما أن الإنسان مخاطب فكذلك الجن مخاطبون. قال: فقد ركب الله عز وجل خلقهم بعقول يميزون من خلالها بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب، بل وعلى ذلك أرسل إليهم الرسل، أي على أن لهم عقل يميزون، أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فلم يمنعهم من الشهوة، ولكنه سبحانه رزقهم العقل معها. لم يمنعهم من الشهوة، خلق لهم شهوة بدون عقل، بل خلق لهم شهوة وخلق لهم عقل مع الشهوة. قال: وذلك من تمام عدل الله ومن آثار حكمته جل شأنه. قال: فمن استقام من الناس واستخدم عقله في اتباع شريعة ربه فقد شابه الملائكة، بل إن جنس الصالحين من الناس أفضل من جنس الملائكة. هذا يعني في خلاف بين العلماء، لكن هذا الذي يرجحه كثير من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن القيم وغيره، أن جنس الصالحين من الناس أفضل من جنس الملائكة. وما هو السبب؟ قال: لأنهم مبتلون بالشهوة وانتصروا عليها. الملائكة ليسوا مبتلون بالشهوة، لهم عقول بدون شهوة. أما الإنسان فإنه مركب من عقل وشهوة، فمن غلب عقله على شهوته صار أفضل من جنس الملائكة، لأنه غلب شهوته وحكم عقله، كما أن الملائكة لهم عقول وهو حكم عقله، لكن زاد فوق ذلك أنه غلب شهوته، أنه اجتهد حتى غلب شهوته. قال: لأنهم مبتلون بالشهوة وانتصروا عليها. وأما من عطل عقله وأتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني فإنه بقدر اتباعه لشهواته يكون قد اقترب من جنس البهائم. قال: لا بأنه يصبح غير مكلف، وإنما بأنه أصبح عبدا لنفسه وهواه. الذي يتبع شهوته هذا يكون قد اقترب من جنس البهائم، يكون قد شابه البهائم لها شهوة بدون عقل، فمن اتبع شهوته أشبه بالبهائم. ليس معنى ذلك أنه غير مكلف، لأن البهائم ليست مكلفة، لا، هو مكلف، لكنه صار مثل هذه البهائم في اتباع الشهوة. وسيأتي معنا بجنس البهائم أفضل ممن اتبع شهوته. قال: وقد يكون جنس البهائم أفضل منه لأنها اتبعت شهواتها وليس لها عقل. البهائم اتبعت شهواتها لأنها مركبة فقط، لأنها خلقت بشهوة بدون عقل. قال: أما هو فبدأ بتعطيل عقله ثم أتبع نفسه هواها. أما الإنسان عطل عقله، هو مركب من عقل وشهوة، عطل عقله وأتبع نفسه هواها، اتبع الشهوات. قال: يقول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم
أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل لأنهم عطلوا يعني العقل واتبعوا الشهوات فصاروا مثل البهائم في أنها تتبع شهواتها، وصاروا أضل من البهائم لأن البهائم اتبعت شهواتها لأن ليس لها عقل، لكن هؤلاء لهم عقل، عطلوا العقل فلذلك أصبحوا أضل من البهائم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.